يا كابتن معتمد يا جمال، ماتش واحد في الجزائر هيخليك من المدربين الابطال. بص يا حبيب قلبي، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اتحداوي، لازما بكره نقول للزمالك انت بطل الكونفدراليه. انا وانت نتحاسب هنا في الدوري، لكن انت خارج تلعب باسم بلدي، لا يبقى لازم بكره تكسب الماتش. طب الكابتن معتمد جمال يكسب ازاي بكره الماتش ويجي يلعب هنا في المستريح ويفرح الجمهور اللي شيء ورا الفرقه السيزون ده؟ في حراسه المرمى المهدي سليمان الافضل في نادي الزمالك، واحد من التوب 3 في مصر دلوقتي على الاداء اللي عمله. خط الدفاع مكون من 4 لعيبه: محمد اسماعيل الجوكر، واللي لازم نروح كاس العالم مفيش فيها كلام. يمين بيلعب ديفندر، بيلعب سيرد باك، بيلعب، ولو لعبته باك شمال هيلعب برضه عادي جدا. 2 قلوب دفاع: حسام عبد المجيد عشان الكور العاليه، وانا متاكد ان هو في الماتشات اللي زي كده هيأدي، وجنبيه محمود حمدي الونش. حلو. وناحيه الشمال التايج محمود بن تايج. خط دفاع انا شايفه خط دفاع محترم. طيب محمد شحاته، ربنا يرحم والدك، وان شاء الله تقدر تفرح اهلك وتفرح جمهور الزمالك وتعمل اداء كبير. تمام. ده اللاعب رقم 6. 2 في نص الملعب: من جاور السعيد بيسعد، منظم الهجمات، بس هل يقدر يلعب 90 دقيقه؟ يقدر. اللي انا ملاحظه ان هو وفر مجهوده للفتره الاخيره في الموسم، هو هيقدر يلعب انا متاكد. طيب مين اللعيب اللي جنبه؟ انت تختار ادم كاد ولا فتوح؟ انا بالنسبه لي هختار فتوح. ليه؟ انا عايز لما شيكو يخش كده فتوح او بنتاج هما اللي يكملوا بالمنظر ده، عشان عايز في فترات كبيره هاجم ب4 ويبقى وراهم السعيد، فانا قفلت الممرات ال5 اللي ممكن هما يخرجوا من عندها. حلو. وبنتاج هو اللي يثبت ورا، او لو بنتاج خرج ففتوح هو اللي يغطي عليه. وانا بالنسبه لي فتوح في الكرات اللي بيلعبها من ورا لقدام لعدي والناصر هتكسر الدنيا. طب مين اللي لعب ناحيه اليمين؟ بتزيرة بنسبه تتراوح من 99 ل 99.5 مش هيلعب، فالاضمن ان انت تلعب عدي عشان تسيب بتزيرة في الماتش اللي هنا. عدي اثبت على فكره جودته في الحته دي كويسه جدا. والمهاجم ناصر منسي، بس انا اتمنى من ناصر منسي ان هو يتخلى عن اي حاجه ويفتكر نصر الاسطوره بتاعت الدور الاول او بدايه الدور الثاني، فاتفرج عليها هيبقى عامل ازاي. وكده كده شيكو هو اللي هيلعب ناحيه الشمال علشان خاطر المرتدات. الزمالك انا من رايي تحت الكوره يرجع ناصر يضم شيكو وعدي ويلعبوا ب 4-4-2 او 4-3-1-2، وناصر هو اللي يستلم الكوره لانه بيعرف يقف على الكوره عبال ما اللعيبه تبتدي تنظم نفسها وهو يبقى المنظم في وقت الهجمه. قول لي في الكومنتات انت تتوقع ان الزمالك هيلعب بشحاته وعبد الله وادم، ولا